ازيكم عاملين ايه؟ جمعة مباركة عليكم يا رب ان شاء الله. النهاردة هنعمل مع بعض حواوشي اسكندراني. واول حاجة هبدأ بيها اني اعصج اللحمة المفرومة. في ناس بتحب تحط اللحمة المفرومة جوه العجينة نية. انا من الناس اللي بتحب تعصج اللحمة وتكون اللحمة مستوية وابقى ضامنة سواها. بعد ما البصلة بتاعتي بتدبل انزل عليها بطبق اللحمة المفرومة، احط لها 7 بهارات وفلفل اسود ملح وسنة جوز الطيب. هقلبها كويس قوي واسيبها تستوي. هضيف للحمة المفرومة بعد ما تستوي فلفل رومي وزيتون شرايح، تقدري تستبدليهم بأي حاجة انت تحبيها ولادك يحبوها. يعني في ناس تحب تحط بسلة او اي حاجة تانية برضو، انت دي حاجة اختيارية. في ناس برضو تحب تحط جبنة موتزاريلا، برضو دي حاجة اختيارية. هنا اللحمة بتاعتي استوت وكمان قطعت الفلفل الرومي، هحطه على اللحمة المفرومة وهقلبه كويس قوي. وهنزل عليه بالزيتون الشرايح. بالمناسبة الزيتون انا غسلته وصفيته وهضيفه. بغسله ليه؟ لانه طبعا بيبقى حادق قوي، فالمية بتنزل حدوقة الزيتون. هقلبه كويس جدا وابدأ في عمايل العجينة. مكونات العجينة بتاعتي: كيلو من الدقيق عليه كيس خميرة، كيس بيكنج باودر، معلقة سكر، ذرة ملح، نص كيلو من اللبن، بيضاية، ونص كوباية زيت. اول حاجة هعملها ان انا نخلت الدقيق وضفت المكونات الجافة. بعد كده هنزل بنص كوباية الزيت واللبن والبيضة. هعجنهم كويس قوي، ولما العجينة بتاعتي تلم كده خالص هسيبها لحد ما تخمر، وبعد كده هبدأ اقطعها. انا هنا قطعتها على حسب الحجم اللي انا عايزاه، يعني عايزاها ما تبقاش كبيرة ولا صغيرة، بحيث ان الولاد يعرفوا يمسكوها وياكلوها. دهنت الصواني بتاعتي بفرشة من الزيت، وكمان رشيت عليهم رشة بقسماط. البقسماط على فكرة بيخلي العجينة ما تلزقش، وكمان بيديها احمرار من تحت، يعني بتستوي كويس قوي. انا هنا بططت العجينة وحطيت معلقة يعني او مقدار كويس من اللحمة المفرومة، وقفلتها كويس جدا زي ما تكوني كده بتقفلي قطايف. هبدأ اعملها ورصها في الصواني. انا هنا بوريكي ان ما شاء الله العجينة بتاعتي بتتفرد كويس جدا، ويعني ما بتكشش. خلصت الكمية بتاعتي وكمان اديتها دهنة كده، دهنة زيت من على الوش. عايزة تحطي حبة البركة او سمسم براحتك. هسيبهم يستووا وارجع لكم. انا هنا كنت طلعت اول جزء من اللي انا عملته، بوريكم ان الظهر كان استوى وكان احمر، والكاميرا هنا ظلماه، هي من الوش بتاعها اتحمر قوي. بسم الله ما شاء الله، يعني بتتقطع كويس. وريكم ان الحشوة فيها كويسة، والعجينة من جوه مش متكبسة وحلوة، يعني رقيقة. هخلص كل الكمية بتاعتي وبعد كده اقدمها للغدا. الاكلة دي سهلة جدا مش صعبة، تقدري تعمليها، تقدري تحشي الحشوة اللي انت عايزاها. تعمليها اصغر من كده، تعمليها مدورة براحتك خالص. ممكن تحشيها جبنة، اي نوع جبنة، تحشيها بسطرمة، تحشيها شاورما، اللي يعجبك اعمليه. يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، تعليقات حلوة كتير. اشوفكم في يوم جديد يا رب من يوميات ماما مطحونة. استودعكم الله.